شخص فقير بيعمل في شركة تأمين، وبيعيش مع بنته الوحيدة بعد وفاة أمها. بيكتشف إنه عنده ورم خبيث على المخ، والدكتور بيقوله إنه هيموت. في نفس الوقت بيموت المؤمن عليه وبيتهموا زوجته بالقتل، فبيفكر الشخص ده إنه يعمل صفقة مع الزوجة، يقول لها إنه هو هيعترف للبوليس إنه هو القاتل، مقابل إنها تديله مبلغ كبير يأمن بيه مستقبل بنته، لأنه كده كده ميت. بتوافق زوجة القتيل وبتديله الفلوس، وبيتحكم عليه بالإعدام. وقبل تنفيذ الحكم بيعملوا له عملية في مستشفى السجن، وبيزيلوا الورم، وبيخف وبيفرح جدا انه هيقدر يعيش مع بنته. فبيقرر وقتها انه يثبت براءته للجميع، وبيهرب من المستشفى عشان يدور على دليل براءته ودليل إدانة الزوجة القاتلة. يا ترى هينجح في مهمته ولا هيتعدم؟ ده اللي هنعرفه لو تابعنا قصة فيلم قاتل ما قتلش حد.